الكرة تصل باتجاه داني اولمو. خط وسط برشلونة بالذات في نوع من الرقي، والله نوع من الرقي كده، في حاجة فخامة. اولمو يلمس الكورة بالنظرة، يعني لمسة الكورة بنظرة لمين فاضي اداها له. فيها مرور الله. هل لامين هيسجل لك هدف عادي كده؟ لا لا، والله هي مش تناكة ولا حاجة، بس هو بيحب يتدلع، الواد ده بيحب يتدلع كده، لازم يدلع الحارس ويدلعنا احنا ويسجل الهدف. إلسي الآن قد يعود. الواد اللي ادى الاسيست ده، الواد ده لعيب، والله لعيب، ان هو النظرة وكسرة الاوفسايد دي بتاعت دفاع برشلونة. الفارو والعودة. الجرأة ان ده يكسر دفاع برشلونة، انت متخيل يكسر دفاع برشلونة ويروح انفراد ويسجل هدف؟ مشكلة من اجرأ الفرق اللي جاب برشلونة والله. لامين إلى خلاص يا توريس، فران الله. خلاص هي مش عايزه تخش، هي من اول مره، من اول خبطت في العارضه هترجع لك في العارضه تاني. الكره عجبها المباراه، عجبها، قالت خلينا نستمتع شويه، ما تختمهاش من الاول كده. الآن بكرة إلى سيبك من الكعب، سيبك من الكعب، خليك في الفجر اللي عملها ديونج. ثم بعد ذلك اللمسة. زي ما قلت لك في المره الاولى ان خط نص ما برشلونه بيستمتع بالاسيست اكتر من الهدف. ديونج لما الحارس والمدافع وراه، والمدافع وراه مدافعين، يعني المرمى فاضي، قال لك لا انا بستمتع بالاسيست. جانبي جارسيا. اي لاعب في برشلونه عايز يسجل بيروح للامين، يقول له يا لامين انا عايز اسجل، يقول له حاضر من عينيا الاثنين هخليك تسجل. الثالث والثالث. راشفورد لو اتعرض عليه في برشلونه انه يلعب في برشلونه وما ياخدش ولا مليم هيوافق، والله هيوافق، في حبه في اللعب وفي في الامتاع، وهو مستمتع في برشلونه، هو مستمتع، مش عايز يمشي، مش عايز يخلص، ولا عايز العاره تخلص. بعد الواد ده جارسيا انا ما كنتش عايش. اي هجمه كده بتروح لبرشلونه بروح انا مطمن، حتى لو سجلت هدف برضه هتكون غصب عنه، ان لو بمزاجه مش هتعدي. للعلم لامين يامال مسجل 23 هدف، تخطى رقم ميسي تحت سن ال20، ميسي مسجل 21 هدف، لامين يامال مسجل 23 هدف. بس مع احترامي يا لامين، ميسي عم اي حد. كلمنيش والله عشان انا متصدر ومش فاضي لسه ورايا دوري ابطال والدور الثمانية، خليك في الملحق، انت مش فاضي انا. سلام.